مساحة الكون اللي بنعيش فيه ضخمة بشكل مفيش عقل بشري يقدر يتخيله، وفي مليارات أو حتى تريليونات من المجرات. وكل مجرة فيها بلايين من النجوم، والنجوم دي ممكن يكون حواليها كواكب زي كوكبنا وحياة عملاقة زي حياتنا. السؤال هنا بقى، هل ممكن في وسط الكون الواسع ده يكون في عوالم موازية لينا، ناس تانية عايشة نفس حياتنا؟ أو ممكن يكون أنا شخصيا عايش في مكان تاني وبعمل نفس اللي بعمله هنا دلوقتي؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلمايندز، واللي هنتكلم فيها عن العوالم المتوازية. من حوالي 13 مليار سنة كان كل اللي نعرفه عن الكون إنه كان مضغوط في نقطة صغيرة جدا، وطبقا لنظرية الانفجار العظيم انفجر الكون وبدأ يتوسع بسرعة أكبر من سرعة الضوء. وبعد كده حصل توسع أكبر للكون في عملية اسمها التضخم الكوني. بعد التضخم ده ظهرت المادة والإشعاع اللي بدأوا يشكلوا الذرات والجزيئات، واللي منها اتشكلت النجوم والمجرات اللي بنشوفها حوالينا النهاردة. ولو عايز تعرف أكتر عن نظرية الانفجار العظيم فاحنا عاملين حلقة مبسطة عنها، هتلاقي لينك الحلقة في صندوق الوصف تحت الفيديو. التضخم والانفجار العظيم ده خلى بعض الباحثين يعتقدوا ان ممكن يكون في اكوان متعددة، واللي زاد الاحتمالية دي نظرية اسمها التضخم الابدي. الفيزيائي الكسندر فلينكن قال ان التضخم ما انتهاش في كل مكان في الكون في نفس الوقت. الكون اللي بنقدر نشوفه من الارض التضخم فيه انتهى من حوالي 14 مليار سنة، لكن التضخم ده لسه مستمر في اماكن تانية. وده معناه ان كل ما بينتهي التضخم في حتة هتتشكل فقاعات كونية جديدة. الفقاعات دي بتكبر بشكل لا نهائي ومبتتوصلش مع بعضها ابدا، ولو حاولنا نروح لحافة فقاعة الكون بتاعنا مش هنقدر نوصل لحافة الفقاعة التانية، لأنها بتبعد عننا بسرعة أكبر من سرعة الضوء. ولو افترضنا إن حصلت معجزة وقدرنا فعلا نوصل للفقاعة التانية، فوارد جدا نلاقي قوانين فيزيائية مختلفة تماما عن اللي بنعتمدها في الكون بتاعنا. وده بيخلينا نفهم ليه الثوابت الفيزيائية في الكون تبان كأنها مظبوطة بالملي على حياتنا. العالم ألكسندر فلينكن قال إن الكائنات الذكية موجودة في الأكوان اللي الثوابت فيها مناسبة للتطور، أما باقي الأكوان ما فيهاش الكائنات دي. وده معناه إن ممكن يكون في كائنات ذكية في أكوان فقاعية تانية، لكن مع مرور الوقت بنبعد عنهم ومش هنقدر نتواصل معاهم أبدا. تعال تخيل معايا بقى لو فعلا الكون اللي احنا عايشين فيه مش هو الكون الوحيد. مجرة درب التبانة اللي شايفينها من الأرض دي واحدة من مئات المليارات من المجرات، فأكيد عند نجم من نجومها وارد يكون فيه كوكب زي كوكبنا بالظبط. ودي وجهة نظر بعض العلماء اللي شايفين فكرة الأكوان المتعددة بشكل أبسط، وبيقولوا إن لو الكون اللي احنا عايشين فيه هيكمل للأبد يبقى عدد التكوينات المحتملة للجسيمات اللي بيتكون منها الكون هيبقى محدود. وده معناه إن التكوينات دي لازم تتكرر في مكان تاني في الفضاء. يعني لو الكون فعلا كبير كفاية ممكن تلاقي حياتك نفسها بتتكرر في مكان تاني، لكن لو الكون بدأ من نقطة معينة زي ما كل علماء الفيزياء تقريبا بيتفقوا، فممكن ما يكونش فيه نسخة تانية منك ولا حاجة. وهنا نيجي للسؤال المهم، فرضية الأكوان المتعددة دي بدأت ازاي أصلا؟ قبل ما أقولك فرضية الأكوان المتعددة بدأت منين، خلينا أفكرك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. دعمك ليا هيخليني استمر في تقديم المحتوى ده بأفكار أفضل إن شاء الله. في سنة 1954 كان في مرشح لشهادة الدكتوراه من جامعة برينستون، شاب اسمه هيو إيفرت. فكر في حاجة جديدة وغريبة جدا، فكر في وجود أكوان موازية زي الكون بتاعنا بالظبط. الأكوان دي بتتشابك مع العالم بتاعنا وبتمتد من الكون اللي احنا فيه وبتنطلق منه. وفي العوالم الموازية دي كل حاجة ممكن تكون مختلفة، ممكن الحروب تنتهي بنتائج مختلفة، الحيوانات المنقرضة ممكن تلاقي ليها حياة جديدة هناك، في أكوان تانية البشر نفسهم ممكن يكونوا انقرضوا. ومن الجدير بالذكر إن نظرية العوالم الموازية بتبني أفكارها أصلا على قوانين ميكانيكا الكم، وهي العلم اللي بيدرس الجسيمات الصغيرة جدا زي الإلكترونات. بس العالم هيو إيفرت كان بيحاول يحل لغز كبير في ميكانيكا الكم، وهو إن ليه الأجسام الكمية بتتصرف بطريقة عشوائية ومش متوقعة. في سنة 1900 كان عالم الفيزياء ماكس بلانك طرح فكرة ميكانيكا الكم وابتدى يدرس الإشعاع، وكان بيلاحظ نتائج كانت بتتناقض شوية مع الفيزياء التقليدية. وده بيشير ان في قوانين تانية شغالة في الكون لكن على مستوى اعمق شوية. مع الوقت الفيزيائيين لاحظوا حاجة غريبة في المستوى الكمي، وهو ان الجسيمات بتتصرف بشكل عشوائي. يعني مثلا الفوتونات اللي هي حزم صغيرة من الضوء ممكن تتصرف كأمواج وجسيمات في نفس الوقت. كأنك مرة بتبص على صخرة وبتلاقيها في حالة صلبة، ولما تبص على نفس الصخرة مرة تانية تلاقيها بقت غاز. ده خلى العلماء يفكروا ان في قوانين خاصة بتشتغل على المستوى العميق في الكون. ومن هنا جه مبدأ عدم اليقين للعالم فيرنر هايزنبرج، واللي قال ان مجرد مراقبة الجسيمات بيغير في تصرفاتها. وده معناه اننا ما نقدرش نكون متأكدين تماما من طبيعة الجسيمات الكمية دي. وجه العالم كوبنهاجن وقال ان الجسيمات الكمية دي ما بتكونش في حالة واحدة بس، لكنها بتكون في كل
الحالات الممكنة مع بعض، يعني لما بنراقبها بنجبرها إنها تختار حالة معينة. لكن العالم إيفرت شاف حاجة مختلفة شوية، وكان بالنسبة له إن في كل مرة بنقيس فيها حاجة كمية الكون بيتفرع تماما. يعني لو الجسيم عنده احتمالين، الكون بينقسم لجزئين عشان كل احتمال يحصل في واحد منهم. وبدل ما الجسيمات تختار حالة واحدة، هي بتخلق عوالم تانية لكل حالة. يعني في كل لحظة الكون بيتفرع لعوالم تانية، وده معناه انه في عالم تاني انت ممكن تكون بتعيش فيه حياة مختلفة تماما عن اللي عايشها دلوقتي. التفسير ده بقى هو اللي بنسميه نظرية العوالم المتعددة، واللي بنقول ان كل حدث له احتمالات كتيرة ممكن يحصلوا فعلا في اكوان موازية. اللي بيخلي النظرية دي بتثير التساؤلات دايما هو انها كمان بتغير فكرتنا عن الزمن، اللي بدل ما هو خط مستقيم بيبقى كأنه شجرة مليانة تفرعات لكل نتيجة محتملة. والفكرة دي طبعا بتمتد لأكتر من كده. يعني مثلا لو في موقف ممكن ينتهي بإنك تموت أو تفضل عايش، الكون بيقسم نفسه عشان يستوعب النتيجتين. يعني في العالم بتاعك انت ممكن تكون لسه عايش وقدرت ترجع تمارس كل النشاطات بتاعتك اليومية عادي جدا، لكن في عالم تاني انت خلاص ميت. الفكرة مربكة جدا الحقيقة، وغريبة لأقصى درجة، لأنها بتخلينا نفكر في الزمن بشكل مختلف. فكل حدث بيحصل بيفتح احتمالات جديدة وبيخلق أكوان موازية عشان تتحقق كل الاحتمالات دي، زي خريطة متفرعة من الأحداث، وكل فرع منها عالم جديد بيحصل فيه احتمال مختلف. وهنا السؤال، طب يا ترى في نظريات تانية دعمت نظرية الأكوان الموازية، ولا مفيش غير العالم إيفرت بس هو اللي لوحده في الجبهة دي؟ وهل تم إثبات النظرية دي ولا هي مجرد أفكار على ورق وخلاص؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الجزء الثاني من حلقتنا عن الأكوان الموازية بإذن الله. ودي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة من مسلماينز. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.